السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على تغطية الشعر الابيض. يمكن دي مشكلة بتقابل سيدات كتير بتكون متضايقة من لون شعرها. انا عن نفسي ما بحبش الصبغات، بس فعلا لما جربت النوع ده كان النتيجة بتاعته واللون بتاعه كان في منتهى الجمال. وهقولك برضو على البديل في اخر الفيديو، ممكن نعمل ايه بديل لصبغة الشعر اللي هي قدامنا دي، اللي هي باليت. النوع ده جميل جدا في تغطية الشعر. هو اشقر فاتح، اشقر قصدي غامق، 6/0. تمام. باليت ده تقريبا بحوالي 90 جنيه تقريبا، في الحدود دي. كل اللي نعمله بناخد كمية قليلة. طبعا احنا مش هنعمل صبغة للشعر كله، احنا يا دوب هنغطي الابيض اللي هو في منبت الشعر كده من عند الجبين. ده يمكن ده اكتر حاجة بتروح منها الصبغة بسرعة، والشعر الابيض بيظهر فيها بسرعة. كل اللي نعمله هناخد كمية قليلة من الصبغة، وعليها الجل اللي بيبقى موجود مع الصبغة. بنقلبهم الاتنين مع بعض، وبنبدأ بفرشة كده نغطي بيه الشعر الأبيض، وبنسيبه حوالي ربع ساعة وبنغسله. طبعا بنبدأ نكرر الموضوع كل ما الصبغة بتروح والشعر بيظهر تاني. في حاجات أفضل من كده طبعا، لأن الصبغات مهما تكون غالية لازم بيكون فيها نسبة أمونيا، ودي طبعا بتزود مشكلة شيب الشعر. فممكن نستغنى عنها بالحنة. حنة 5 خمسات بتدي لون شعر جميل جدا، بتدي اللون الشعر اللي هو كستنائي. مع كتر الاستخدام، يعني مش من مرة، يعني احنا اول مرة هنصبغها هنلاقي الشعر لونه برتقاني شوية، بس بعد كده هيدي لون جميل جدا مع التكرار. اتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.